كان هناك قرية صغيرة تقع على ضفاف نهر هادئ تعرف بقرية السعادة. كانت الحياة في هذه القرية بسيطة وجميلة، حيث عاش الناس في تناغم مع الطبيعة ومع بعضهم البعض. كان هناك رجل يدعى حسان، وكان معروفاً بحبه للطبيعة والحيوانات. في أحد الأيام، بينما كان حسان يتجول في الغابة القريبة من القرية، لاحظ شيئاً غريباً. كانت هناك بومة صغيرة محاصرة في شباك صياد قديم. اقترب حسان بحذر، محاولاً ألا يخيف الطائر المسكين. بحركة رقيقة، حرر البومة من الشباك وأخذها بين ذراعيه. كانت البومة مصابة بجروح طفيفة، ولكنها كانت خائفة جداً. قرر حسان أن يأخذ البومة إلى منزله ليعتني بها. صنع لها عشاً دافئاً في زاوية غرفته، وقدم لها الطعام والماء. كانت البومة في البداية خائفة وقلقة، لكنها بدأت تدريجياً تشعر بالأمان والراحة بوجود حسان. أطلق عليها اسم ليلى، وكانت ليلى بومة جميلة ذات عيون كبيرة وحكيمة. مع مرور الأيام، أصبحت ليلى جزءاً من حياة حسان اليومية. كانا يخرجان سوياً في الصباح إلى الغابة، حيث كانت ليلى تطير فوق الأشجار بينما يجمع حسان الأعشاب الطبية والفواكه. وفي الليل، كانت ليلى تجلس على كتف حسان بينما يقرأ الكتب تحت ضوء القمر. في أحد الأيام، لاحظ حسان أن ليلى أصبحت قادرة على الطيران بحرية وبقوة أكبر. قرر أن الوقت قد حان لتحريرها وإعادتها إلى البرية. أخذها إلى مكانها المفضل في الغابة وفتح يديه لتطير. طارت ليلى بعيداً، ولكنها لم تبتعد كثيراً. كانت تدور حول حسان وكأنها تشكره على كل ما فعله من أجلها. مرت الأسابيع، وعاد حسان إلى حياته اليومية، لكنه كان يشعر بشيء من الفراغ. في إحدى الليالي المقمرة، بينما كان جالساً في حديقته، سمع صوتاً مألوفاً. التفت ليرى ليلى تطير نحوه. كانت تحمل في منقارها زهرة جميلة وتضعها بين يديه. كانت تلك الزهرة رمزاً للشكر والوفاء. أدرك حسان أن ليلى لم تنس أبداً العناية التي قدمها لها. أصبحت ليلى تزوره كل ليلة، وكانت تجلب له الهدايا الصغيرة من الغابة. أصبحا أصدقاء لا يفترقان، تجمعهما علاقة مبنية على الثقة والمحبة. وبذلك عاش حسان وليلى في سعادة وطمأنينة. كانت قصة صداقتهما مصدر إلهام لكل سكان القرية، الذين تعلموا من حسان أهمية الرحمة والعطاء دون انتظار مقابل. استمرت هذه الصداقة في النمو، وعاشت ليلى بجانب حسان حتى نهاية أيامه، تذكيراً دائماً بأن الحب والرعاية يمكن أن يجلبا السعادة والوفاء بطرق غير متوقعة.